انا قلت للذكاء الاصطناعي يعمل لي موقع يعرض كل شغلي، والنتيجة طلعت احسن من اللي كنت متخيلها. تعال اقول لك ازاي عملت كده وبضغطة زرار. تابع معايا الفيديو ده للاخر. هنروح على موقع جوجل اي اي ستوديو. هنلاقي القائمة اللي على الشمال دي، هنختار كلمة بيلد. هنكتب هنا البرومت اللي احنا عايزينه. انت ممكن تكتبه بالعربي وتكتبه بالطريقة اللي انت عايزها، مش لازم تجيب برومت عادي. يعني كل اللي انت عايز تقوله اكتبه عادي وهو هيعمله. حتى بعد ما بيخلص الكود بتقدر تعدل عليه وتعمل اللي انت عايزه. طيب انا خليت شات جي بي تي يساعدني في كتابة برومت للفكرة اللي انا عايزها. انا عايز اعمل الموقع احط فيه الشروحات اللي انا بعملها. فحطيت البرومت هنا، ندوس ران برومت. هننتظر لحظات لحد ما يظهر معانا الموقع والنتيجة اللي هيطلعها لي. هنتظر لحظات يخلص وارجع لكم تاني. كده بعد ما خلص وطلع لنا النتيجة النهائية. ده الموقع. تمام. دي الحاجات اللي موجودة في الموقع. تقدر تربط الصفحات بتاعتك على السوشيال ميديا وغيره. تمام. كمان حاطط لك ادوات ذكاء اصطناعي وحاطط لك حاجات كتير. طيب انت عايز تعدل اي تعديل، هنيجي هنا ونقول له مثلا ضيف الاقسام اللي موجودة في الموقع في الرئيسية من الأعلى بعرض الموقع أو بعرض الصفحة. تمام. ندوس انتر. هننتظر لحظات برضو لحد ما يعدل لنا الجزء ده. كده هضيف النافيجيشن بار. كده بعد ما خلص اللي احنا طلبنا منه، اختار هنا صفحة الرئيسية، هنا أحدث الفيديوهات، هنا أدوات، هنا تواصل معي. طبعا المسافات والحاجات دي كلها برضو تقدر تطلب منه التعديل. ممكن نقول له برضو ضيف شريط بحث. دوس انتر. بص، اي حاجة انت عايز تضيفها، عايز تعدلها في الشكل، في الالوان، في الصور، في تنسيق الموقع، كل الكلام ده تقدر تعمله بسهولة. وبتكلمه بالعربي، مش لازم تكون بتعرف تكتب او تتكلم انجليش عشان تعرف تبعت له اللي انت عايزه يبعت لك نتيجة كويسة. دي ميزة كبيرة جدا طبعا، هتسهل على ناس كتير. طيب بعد ما يخلص تعديلات ويخلص لك النتيجة النهائية، يبقى فاضل بس ان انت تعمل خطوات النهائية علشان تقدر تنشر الموقع بتاعك ده. زي ان انت تشتري دومين، تربط الدومين ده بالكود. طبعا بعد ما تنزل الكود وتعمل خطوات معينة كده. وبعدين كمان ترفع الموقع ده على هوست او استضافة علشان تقدر تشغله وتنشر الموقع ده، تقدر الناس تدخل عليه. طيب لو عايزين اعمل شرح عن ازاي نربط بدومين وهوست، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل ده ان شاء الله. ننتظر برضو لحد ما يضيف شريط البحث هنا ونشوف النتيجة النهائية. كده كمان بعد ما ضاف لنا شريط البحث هنا نقدر نبحث على اللي احنا عايزينه. زي ما قلنا، انت اي حاجة عايز تعدلها عايز تضيفها تقدر تعمل كده طبعا. وكده يكون خلص شرح النهاردة. لو استفدت من الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة او تتابعنا على فيسبوك عشان يوصلك كل جديد.